السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي عن الصبر. في ناس لما تيجي تصبرها على مشكلة هي فيها تقول لك انت الكلام سهل عليك، انت مش حاسس باللي انا فيه. صراحة هو الصبر مش شرط عشان تصبر ان انت تلاقي حد حاسس باللي انت فيه او يكون عنده نفس ظروفك. لا خالص على فكرة. الصبر هو ان انت تبقى عندك مشكلة، قد تكون مصيبة او كارثة، وترضى بقضاء ربنا. يعني حد عزيز عليك مات، الله يرحمه، نصبر، نزعل بس نصبر، ما نقعدش نعدد، ما نقعدش نولول. شغلانه كان نفسي فيها راحت، ازعل لكن ما اوقفش عليها حياتي، ما اكتئبش، ما اقعدش اندب حظي وليه يا رب انت عارف ان انا الوظيفه دي كانت هتنقل حياتي لحته تانية. لا، ده كده ده اعتراض، عكسه الصبر. فالصبر مش ان انت تلاقي حد شريكك في المشكله. الصبر هو ان انت ترضى باللي ربنا قاسمهولك وتقول اكيد ده حكمة عند ربنا. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول يعني اي مصيبة تحصل لي او اي مشكلة تحصل لي بحمد ربنا على 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات دول؟ الاولى ان المشكلة او المصيبة دي ما كانتش اشد منها. يعني ايه؟ يعني انا وقعت ورجلي اتكسرت، الحمد لله ان ما جاتش يعني ما جاش فيها جرح في غرغرينه واتقطعت. الحمد لله انها جت على قد كسر واتجبست وهتلم ان شاء الله وهتبقى زي الفل. يبقى الاولى ان هي ما كانتش اشد منها. التانية انها لم تكن في ديني. يعني ايه لم تكن في ديني؟ يعني انا ما حصلتليش مشكله خلتني اغير ديني، طبعا دي هتبقى مصيبه اكبر. التالتة انها تذكرني بمصيبتي في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من اللي سيدنا عمر بيعمله ده ايه؟ ان هو بيوجد لنفسه اسباب ان هو يصبر. يعني ايه اسباب ان هو يصبر؟ يعني انا دلوقتي انا قدمت على وظيفة وما جاتش، طب اصبر نفسي ازاي؟ اكيد الوظيفة دي انا لو كنت اتقبلت فيها واشتغلت اكيد كانت اخلاقها هتبقى اسوأ من كده، كنت هتعامل جوه معاملة مش حلوة، اكيد الشركة دي كانت هتفلس في يوم من الايام وانا كنت هقعد في البيت. اللي هو انت توجد لنفسك اسباب تصبرك ان الحاجة الحلوة دي ما جاتش. ليه؟ لان الحاجة الحلوة اللي ما جاتش دي اكيد عشان في حاجة وحشة كانت هتيجي لو الحاجة الحلوة دي جت. فالطريقة ديت انا شايف انها طريقة كويسة جدا ومفيدة جدا ونافعة جدا انك تصبر بيها نفسك على اي مشكلة تعدي بيها. بس مش معنى ان احنا نصبر، فكرة الصبر ما توصلكش للتواكل. بمعنى ان انا صابر اهو، انا قاعد من غير شغل وصابر، لا، ده مش صبر، ده تواكل. فنميز ما بين الصبر ان انا حصلت لي مشكلة رغم ان انا سعيت، النتائج ما كانتش على هوايا بس انا صبرت وبرضه بكمل سعي. فهو ده الفرق بين الصبر والتواكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.